السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم طبخ سهل. وصفة سريعة مع يسرى. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم وصفة رائعة جدا للبشرة ومغذية، والاهم من هذا الشيء انها كتزول التصبغات وكذلك الكلف من الوجه. هذا المشكل اولا يا اما كيكون من عوامل وراثية، يعني موجود في التاريخ ديال العائلة، عندهم الكثير من الكلف او لا التصبغات، ومتعدد في افراد الاسرة كذلك، أو كثرة التعرض للشمس بدون وضع كريم واقي للشمس، وكذلك تغير الهرمونات مثلا فترة ديال الحمل. وكاين العديد من الأسباب كذلك اللي كتؤدي لها التصبغات والكلف في الوجه. غنحتاجو الملعقة صغيرة من الكركم أو الخرقوم، وملعقة صغيرة أيضا من الياغورت أو الزبادي طبيعي، يعني بدون سكر وبدون نكهة. ملعقة صغيرة أيضا من العسل، وقطرات من الليمون الحامض على حسب البشرة ديالك. إذا كانت البشرة ديالك حساسة ضروري كذلك أنك تستعملي الليمون الحامض ولو قطرة واحدة. هنخلط جميع العناصر مع بعضها. ملعقة صغيرة من الكركم كيستعملوه من العصور القديمة جدا لعلامات التمدد وكذلك تجاعيد، ما كانش وقت ديال الكريمات والالتهابات، وكذلك حب الشباب والبقع الداكنة والعديد كيف قلت لكم من الأمراض الجلدية. هو مفيد جدا جدا للبشرة. ضفت قطرة واحدة فقط من الليمون الحامض لأن كيف قلت لكم البشرة ديالي جافة وحساسة. ملعقة صغيرة من العسل كذلك مفيد للبشرة وكيعطيها نعومة ونضارة، وكيعالج الشوائب ديال الوجه والبثور، وكيبيض البشرة، وكذلك كيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللي كيغذيو البشرة ديالنا، وكيعالج خصوصا البشرة الدهنية. أما البشرة الجافة فهو كيحميها من الجفاف. أما الياغورت أو الزبادي فهو ما كيضرش البشرة ديالنا نهائيا، فهو كيحتوي على خمائر طبيعية يمكن لكم توضعوه فقط بوحده كماسك للوجه ديالكم. كيعمل كمقشر، وكذلك كيتخلص من الجلد الميت اللي كيكون على البشرة ديالكم ويعطيها حيوية ونضارة. أنا ذكرت كل عنصر والفوائد ديالو باش تشجعوا أنكم تجربوا هذه الوصفة الطبيعية رائعة جدا، وإلى ما فاتكمش ما غضركمش بطبيعة الحال حيت المكونات كلها طبيعية. تخلطوا جميع العناصر مع بعضها جيدا حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي كريمي بهذا الشكل، وجميع العناصر كتندمج مع بعضها. ضروري أنكم الفرشاة اللي غتوضعوا بها يا اما كتوضعوا باليدين ديالكم يا اما فرشاة. انا سبق لي وغسلتها باش تخلصت من المكياج اللي كيكون فيها، لانه ضروري ان البشرة ديالنا تكون نظيفة ملي نوضعوا عليها هاد الوصفة. كتطبقوه على الوجه ديالكم باكمله، ومن بعد كتزولوه من بعد مدة ديال 15 دقيقة حتى 30 دقيقة، وكتزولوه بورق خاص بالوجه او لا قطن. كيف كتشوفوا معايا انا مسحته قدامكم، يعني ما خلاه حتى اي تصبغات او لا لون اصفر. فقط من بعد ما تمسحوه تغسلوه او تغسلوه مباشرة من بعد التطبيق ديالو على الوجه. وضروري اننا نطبقوا هذه الوصفه كل يوم حتى غتحصلوا على النتيجه المرغوبه واللي غترضيكم. ولكن ضروري انكم تستمروا بهذه الوصفه كل يوم تقريبا، وان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم. خليوا لي راي ديالكم في التعليقات، وشكرا لكم على المشاهده والوفاء ديالكم. وبقى لي غنقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.